لست أفهم أيها الإخوة، وعجبي ليس ينقضي من رجل كان فوق الخلق أجمعين، هو فوق جبريل وميكال، ليس فوق أبي بكر وعمر وأبي جهل وأبي لهب، فوق العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يرحم به العالمون، كيف لا يكون فوقهم؟ هو فوق العالمين. وعجبي ليس ينقضي كيف عاش بينهم واحدا منهم، ومتواضعا وقريبا وهينا لينا يسيرا موطأ الأكناف. أيها الإخوة، هكذا عاش بينهم، عاش مع فقيرهم ومع غنيهم، مع سيدهم ومع عبدانهم، مع رجالهم ومع نسائهم، مع كبيرهم ومع صغيرهم، مع عالمهم ومع جاهلهم. وأفاض ونضح، لا أقول رشح بل نضح أيها الإخوة من رحمته الواسعة التي تسع العالمين، تسع العالمين رحمته صلى الله، ولذلك خصه الله باسمين من أسماء المولى الجليل بالمؤمنين، رؤوف رحيم. محمد صلوات ربي وتسليماته عليه كان لا يقايض بسويعة بل بدقيقة ينصب فيها قدميه الشريفتين في محراب العبادة، مستقبلا وجه ربه، مستقبلا وجه ربه، ناعما بلذة المناجاة وسمو التلاوة وسحر المصافاة، لا يستبدل بهذا الدنيا كلها عروشا وتيجانا، ذهبا ولؤلؤا وفضة. لكن محمدا هذا بهذا النعت كان يعجل في صلاته ويوجزها إذا سمع بكاء صغير، رحمة بهذا الصغير ورحمة بالقلب الكبير قلب الأم. إني لأقوم في صلاتي وأريد أن أطول في رواية يعني أطيل فيها، فأسمع بكاء الرضيع أو قال إيه الصغير فأوجز، يعجل في صلاته. ما هذا القلب؟ ما هذا القلب العجيب أيها الإخوة؟ قلب عجيب، لست أفهم في الحقيقة، ومن كان يفهم فليفهمني، لست أفهم إلى اليوم، ولا أرى هذا في قيادات المسلمين إلا من رحم الله ممن لم نرهم. لا نستطيع أن نكون هكذا، وينبغي أن نحاول الكون هكذا إذا أردنا أن ننجح. وإذا قلنا إنه قدوتنا وإنه أسوتنا، هو أسوتنا في هذه المعاني أيضا، ليس في إقامة دولة إسلامية، انتبهوا، ليس في تسيير جيوش فقط، لا، حتى في هذا الذي لست أفهمه أيها الإخوة، ولا أظن أن من يسير على أمثالنا من الصغار، صغار القلوب وصغار العقول. نحن صغار، قلوبنا صغيرة، عقولنا صغيرة، منادح أنظارنا ضيقة أيها الإخوة، منادح النظر لدينا ضيقة جدا. لست أظن أننا مهيئون لنفهم كيف كان يمكن له صلى الله عليه وسلم أن يزاوج بكل يسر، بكل سلاسة وسهولة بين الأهداف الكبار، بين الغايات العظام، حياطة عقيدة بعد ترسيخها، إخراج أمة من الظلمات إلى النور، بناء دولة، مكامعة قوى عظمى في الشر والخير والوثنية، ومع ذلك يتسع قلبه لهؤلاء الصغار، لرحم، يلتفت إليهم، يشرع لهم، يتحدث عنهم، يوصي بهم، وكم 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 تحدث وأوصى وشرع لهم وفي حقهم. كيف اتسع لهذا؟ اليوم تجد الرجل زعيما لحزب سياسي ليس عنده حتى وقت لأولاده ليذهبوا إلى الجحيم. الأمة أولى، في الحقيقة ليست الأمة هو أولى، انتبهوا، هؤلاء يغالطون أنفسهم. إذا ضيعت أولادك فأنت لسواهم أضيع. ليس عنده وقت لأولاده ولا لزوجه، وتنشب المشاكل بعد حين. لماذا؟ لأن الهدف كبير ويستحق التضحية. حزب هذا عنده برنامج قد يفوز، ونعتلي سدة الحكم ونصبح خلفاء مسلمين في دويلة أو دولة صغيرة نحكم بشريعة الله. أين الرحمة؟ أين الرحمة بإخوانك، بأصدقائك، بأعدائك، بأبناء المسلمين؟ لا يمكن أن يقارن محمد صلى الله عليه وسلم بأولئكم الذين كانوا وما زالوا على استعداد أن يشهدوا ذوبان وفناء المهج، آلاف الأرواح، آلاف المهج تذهب سدى في سبيل خدمة أهداف قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة نوعا، لكنهم لا يبالون بسقوط الضحايا،
هذا ثمن المفروض. هذا منطق مادي، هذا منطق الشموليين، هذا منطق أفهمه حين يستعلم به أمثال موسوليني وهتلر وفرانكو وستالين كاليغولا، أمثال هؤلاء ونيرون. لكن لا أفهمه ولا أستطيع ولا أريد أن أفهمه ولا أحب المسلم أن يفهمه حين يستعلم به مسلم يحمل برنامجا للأمة. أي برنامج تتحدث أنت يا أخي؟ تحدث بمنطق آخر. هذا محمد رحمة العالمين، كان يتسع لكل هؤلاء.